الويكة أو البامية الخضراء أو البامية الصعيدي بطريقة سهلة ومبسطة بكل تكاتها وبكل أسرارها، بلونها الحلو المميز وكمان طعمها وريحتها الجمال جدا. النهاردة هنعمل البامية الخضراء أو الويكة الصعيدي بطريقة حلوة جدا بكل تكاتها وبكل أسرارها كمان. أنا أفكار ميرو ودي قناتي، يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف الفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض الويكة الصعيدي او البامية الخضراء. جبت كيس بامية مجمدة كده من اي سوبر ماركت، او لو عندك بامية خضراء هيكون جميل جدا، بس الوقت ده مفيهوش بامية خضراء، وحلوة جدا البامية بالطريقة دي، سواء خضراء او سواء مجمدة نجيبها. والمهم كده نغسلها كويس لو خضراء، لو مجمدة نطلعها من الكيس تفك شوية، وبعد كده نبدأ نقمع البامية. ايوه نقمعها، نحوش كده الطربوش بتاعها من فوق، وبعد كده ناخد الطرف الصغنن كده اللي من تحت. مهم جدا عشان ما غيروش لون البامية هي وبتطبخ. انا هنا حبايبي خدت نص الكيس بس بتاع البامية علشان هعمل كده كام طبقة حلوين، يعني نص الكيس هيعملوا لي كمية حلوة جدا من البامية. وبعد كده هجيب كده البامية وهبدأ كده اقطعها لحلقات اي شكل يعني، بس الحلقات بتكون حلوة جدا. وفي ناس كمان بتخرطها زي البصل، بس الطريقة دي حلوة جدا وهي دي اللي احنا بنعمل بيها في الصعيد. خلص كل البامية بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده، ولو وصلت لغاية هنا ما تنسوش تصلوا على حضرة النبي. النهاردة الفيديو بتاعنا سهل ولذيذ وبسيط جدا، وعشاق البامية هيحبوا الفيديو ده جدا. هتجربوا البامية بالطريقة دي هتحبيها وهتحب طعمها، الويكة الصعيدي وجمالها وحلاوتها. هنا بقى يا حبايبي هجيب الحلة اللي هبدأ أطبخ فيها البامية، هبدأ أنزل كمية البامية اللي معايا. يعني حابة تعملي كيس كامل، بس ما شاء الله النص كيس بيعمل لي كمية حلوة، لو عيلة كبيرة فالكيس هيكون معاكم حلو جدا. وبعد كده ابدأ انزل عليهم بكوباية ونص كده من الشوربة، وبعد كده اروح رافعاهم على طول على البوتاجاز. اول ما تغلي غلوة واحدة بس اروح طافية البوتاجاز علشان البامية لونها ما يغيرش معايا. البامية المجمدة طبعا زي مستوية نص سوا، مش هتاخد معانا وقت خالص في التسوية. اول ما غليت غلوة كده اهو، بصوا كده ما شاء الله، تغلي غلوة واحدة بس واروح مقلباها. بصوا لون البامية رد ازاي، واللون اخضر حلو خالص كده. هغطيها، ولو ملاحظين كده انا هطفي البوتاجاز عليها، غلت غلوة واحدة بس وغطيتها واسيبها كده في الشوربة السخنة. بصوا كده حبيبي ما شاء الله. وبعد 5 دقايق كده اول ما البامية فضلت في الشوربة السخنة، اجيب الهراسة بتاعة البطاطس، او لو عندك المفرك بتاع البامية الخضراء ده هيكون لذيذ جدا، بس الهراسة بتاعة البطاطس دي بتوفي بالغرض. انا هفضل كده ادوس على البامية بس اكسرها، اخليها كده معايا ناعمة. دي الطريقة الأصلية بتاعة البامية الخضراء أو بتاعة الويكة، ما فيهاش أي افتكاسات خالص. دي طريقتها الأصلية اللي احنا بنعملها واللي احنا مشهورين بيها جدا في الصعيد. بصي يا حبيبي كده ما شاء الله، بعد ما فركت البامية او هرستها كده، هبدأ انزل عليها بكمية شوربة مناسبة، ما تكتريش عشان متبقاش معاكي زي الشوربة، وفي نفس الوقت متبقاش تقيلة خالص، تبقى كده حجمها ولا تقيل ولا خفيف قوي. وبعد كده نبدأ نتبلها بشوية توابل بساط جدا. انا حطيت شوربة وكمان هحط نص مكعب من المرقة، فركت كده نص المكعب وحطيته كده على مرتين، واحط سن شطة صغيرة. وكمان الشوربة بتاعتي كانت مظبوطة ملح، مش هكتر في مكعب المرق، ولو انت حطيتي مية فينفع تحطي مكعب المرق كله. وحطيت كمان سنة صغيرة من الفلفل الاسود، وهقلب الشطة والفلفل الاسود ومكعب المرقه كويس جدا مع الباميه والبوتاجاز مطفي. انا هنا ما مشغلاش البوتاجاز معايا خالص. انا بقى هحط سنه صغيره من التوم كده، اقل من ربع معلقه، ودي بتفرق جدا في طعم الباميه وبتخلي طعمها مميز جدا. هركن كده الباميه على جنب، يلا بينا نعمل الطشه بتاعه الباميه الخضراء وريحتها وجمالها الحلو جدا. هجيب كده معلقه سمنه بس تكون محترمه شويه، واحط كده عليها معلقه من الثوم المفروم، وانا حاطه سنه ملح صغيره في الثوم علشان ريحته ما تغيرش معايا. وهفضل اقلب كده الثوم، ولازم تخلي بالك ان التومه بتاعك يا دوبك تصفر بس، اوعي التومه تحمر معاكي او لونها يغمق، علشان هتخلي الباميه معاكي لونها يكون كده غامق وما يكونش لطيف. التومة كل ما تكون فاتحة ويكون لونها وردي كده، كل ما البامية يكون لونها وريحتها وطعمها حلو جدا. بصوا كده اول ما شميت ريحة التومة، هبدأ على طول انزل بمعلقة من الكزبرة الناشفة، واروح على طول تقلبتين، واروح نازلة على طول باللون الجميل ده على البامية. شايفين اللون حلو ازاي بتاع الطشة؟ ما خليتهاش غمقت معايا، بلونها فاتح كده على طول. وتغلي غلوة واحدة بس وانا واقفة على البوتاجاز بقلب فيها. اوعي تسيبيها وتقولي سيبيها تغلي وارجع لها تاني، لا، هي هتغلي بسرعة.
يعني كل الحكاية اللي احنا عملناها في البامية ان هي غلت غلوة واحدة بس. البامية لغاية لما استوت، لو بامية خضرا لغاية ما تستوي معاكي، ولو بامية مجمدة زي ما احنا استخدمنا كده فهي هتغلي غلوة واحدة بس، وراح طفي عليها البوتاجاز. شايفين الجمال؟ يا سيدي على الريحة وعلى الطعم بقى، مش هقول لكم البامية ريحتها عاملة ازاي. انتوا هتجربوا البامية بالطريقة دي هتعشقوها. يعني بشوربة فراخ، شوربة لحمة، البامية دي اساسي عندنا في الصعيد. مفيش بيت او مفيش طبخة الا وراها بامية وملوخية، سواء ملوخية ناشفة أو ملوخية خضرة أو بامية خضرة زي كده أو بامية حمرا براني. يا سيدي على الجمال. البامية والملوخية من أساس الوصفات والأكلات عندنا في الصعيد. حلوة جدا وسهلة وبسيطة وكمان مغذية وصحية جدا. طبعا في بامية لازم يكون في عيش شمسي اللي احنا مشهورين بيه جدا في الصعيد، وفي بلاد بتقول عليه رغفان أو مرغفن كده، يعني قلبه مليان ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي مثل بيقول يا ما يويك في قلبك رغفان، يعني في قلبك عيش كتير. البامية من الأكلات اللي بتأكل جدا، وبالذات يعني يا جماعة العيش الشمسي ده بيأكل جدا مع البامية. يا سيدي يا سيدي لو جنبها فلفل مقلي أو كمان جنبها حتة جبنة قديمة كده، حدث بلا حرج، كلي بلا أي هدف وهي لوحديها كده قمر. يعني أنا ما شاء الله أكلت كده ربع الرغيف كده، أنا واقفة بس بصور بس. يا جماعة أنا بصور. بصوا مفيش أجمل ولا أحلى من كده، من أحلى الوصفات اللي كلنا بنحبها. البامية بطعمها بريحتها بشكلها المميز الجميل اللي مشهورين بيها في الصعيد. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، والفكرة النهاردة يا حبايبي تكون عجبتكم. أهم حاجة ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. كده أقدر أقول لكم في آخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.